ضمن الحملات الميدانية لمكافحة التسول، ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان امرأة يرافقها طفلة يمنية الجنسية من مخالفي نظام الإقامة بعد قيامهم بالتسول من المارة وأصحاب المركبات بشكل مباشر، وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص. بعد محاولتهن الاختباء داخل أحد المساجد، قبضت الجهات الأمنية بمحافظة أبو عريش على امرأتين من الجنسية اليمنية يقومان بالتسول بشكل مباشر داخل أحد المساجد، وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص. بعد محاولته الهرب، تم ضبط أحد الأشخاص يقوم ببيع نوع من أنواع الزهور كغطاء لتسوله على قارعة الطريق، وتبين أنه يمني الجنسية من مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود، وتمت إحالته لجهات الاختصاص. أمام أحد المجمعات التجارية تم ضبط شخصين من الجنسية البنغلاديشية بعد قيامهم بالتسول بشكل مباشر من المارة، وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص. ولنتذكر دائما بأن مكافحة التسول مسؤوليتنا جميعا.